أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مساء أمس الخميس 13 من شهر جويلية قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم مونديال 2026، والذي سيقام مشتركا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. القرعة التي جرت في العاصمة الإيفوارية أبيجان أوقعت المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السابعة رفقة كل من منتخبات غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا والصومال، وهي مجموعة تبدو سهلة وفي متناول محاربي الصحراء لخطف تاشيرة التاهل مباشرة لهذا المحفل العالمي مقارنة بباقي المنتخبات المشكلة لهذه المجموعة. ويسعى المنتخب الجزائري التعويض لغيابه عن مونديال قطر 2022 وروسيا 2018، ولذلك يرى أنها فرصته هذه المرة للتأهل. شاركت الجزائر في النهائيات سابقا 4 مرات، آخرها كان في مونديال البرازيل عام 2014. فهل يستطيع محاربي الصحراء بقيادة الكوتش جمال بلماضي وقائده رياض محرز نجم مانشستر سيتي إدخال الفرحة لجماهيره العريضة والعاشقة لمنتخبها وتعويض إخفاق المونديال السابق؟ عزيزي المشاهد، كيف ترى مجموعة المنتخب الجزائري؟ شاركنا رأيك في التعليقات وتابع قناتنا لتصلك كل الأخبار الجديدة.